العفة مش سجن. العفة سور حوالين حاجة غالية. محدش بيحط قفل على حاجة مرمية. الناس بتحط القفل على الخزنة، وانت قلبك خزنة وجسمك أمانة. نظرتك للحب أمانة ومستقبلك كمان أمانة. المصيبة إنك كل مرة بتفتح الخزنة دي للحرام بتفتكر إنك أخدت حاجة، لكن الحقيقة إن في حاجة اتاخدت منك. اتاخد من عينك صفائها، اتاخد من قلبك احترامه لنفسه، اتاخد من خيالك براءته، اتاخد من علاقتك بالحلال جزء من جمالها قبل حتى ما تعيشها. لأن الشهوات مش بتديلك ببلاش، الشهوة بتطلب تمن، والتمن غالبا مش بتدفعه في نفس اللحظة، بتدفعه بعدين لما تلاقي نفسك مش عارف تفرح بالحلال، ولما تلاقي عينك بتقارن، ولما تلاقي قلبك مش بيكتفي، ولما تلاقي نفسك كل مرة محتاج حاجة أقوى علشان تحس بنفس الإحساس، وده اللي محدش بيقولهولك. الموضوع مش مجرد ذنب وهتستغفر. أيوة، ربنا بيغفر الذنب، لكن في ذنوب بتصير جواك آثار محتاجة علاج. زي واحد كل يوم يشرب سم ويقول أنا هستغفر، الاستغفار هيمحو الذنب، لكن جسمك برضه محتاج يبطل السم ويتعالج من تأثيره. والشهوة لما تخرج من مكانها بتعمل في الإنسان كده، بتخليه يستهلك نفسه وهو فاكر إنه بيريح نفسه، بتخليه يهرب من وجعه لدقيقة متعة، وبعد الدقيقة دي بيلاقي الوجع رجع بس ومعاه احتقار للنفس. فلو انت واقع في الباب ده، أنا مش هقعد أقولك حرام وعيب وغلط، انت عارف، ومش محتاج حد يثبتلك إن النار بتحرق، انت محتاج حد يقولك تطلع منها ازاي. وأول حاجة لازم تفهمها، انت مش ضعيف بس، انت كمان بتتحارب بذكاء. اللي بيظهر لك قدامك مش صدفة، الصورة اللي وقفت عندها والفيديو اللي رجعت له والاكاونت اللي دخلته والبحث اللي كتبته، كل ده بيعلم الخوارزمية نقطة ضعفك. المنصة مش فارقة معاك طهارتك ولا مستقبلك ولا قلبك بعد ما تقفل الموبايل، هي عايزاك تفضل موجود. لو سقوطك هيخليك تقعد أكتر، هتفضل ترميلك نفس الباب لحد ما يبقى عادة. يعني انت كل مرة بتقع مش بس بتعمل ذنب، انت بتدرب النظام على طريقة وقوعك، ودي جملة لازم تفوقك. كل مرة بتتساهل مع أول نظرة، انت بتبني الطريق لعاشر وقعة. كل مرة بتقول هفتح بس مش هكمل، انت بتكذب على نفسك كذبة انت حافظ نهايتها. كل مرة بتدخل نفس المكان اللي وقعت فيه قبل كده، انت مش بتختبر قوتك، انت بتسلم نفسك. فالحل مش انك تبقى بطل في اخر لحظة، اخر لحظة دي غالبا انت بتكون اتسحبت خلاص. الحل انك تبقى ذكي قبلها، اقطع الطريق من اوله، مش لما الشهوة تبقى مسيطرة عليك، لأ قبلها. وما تقعدش تفاوض الشهوة، لانها اشطر منك في التفاوض. الشهوة هتقولك بص بس، وبعدها طب كمان دقيقة، وبعدها طب آخر مرة، وبعدها خلاص كمل بقى ما انت وقعت. ودي بقى أخبث جملة، خلاص كمل ما انت وقعت، لأن الشيطان الأول هيجرك للذنب، وبعد الذنب يقولك بما إنك اتلوثت بقى فكمل، كأنه عايز يحول الغلطة الهوية والوقعة بتاعتك ديت لطريق تمشيه، والذنب تبقى شخصيتك. بس لأ، انت مش ذنبك. وعلى فكرة دي مش أسوأ لحظة فيك، انت عبد بيقع ويقوم، يضعف ويرجع، يتلوث ويغتسل، يبعد ويندم، وبعدين يخبط على باب ربنا تاني. بس الرجوع الحقيقي مش دمعة بس، الرجوع الحقيقي انك بعد ما تقول يا رب سامحني، تسأل نفسك انا فتحت الباب ده منين، وايه الحاجة اللي لازم تتشال من حياتي النهاردة. لان التوبة اللي تسيب نفس الطريق مفتوح هترجع تمشي فيه تاني. فلو عايز حل عملي خليه بسيط وقاسي، احذف مصدر واحد بيوقعك، اقفل باب واحد كنت سايبه موارب، امنع نفسك من مكان واحد بتقع فيه، غير عادة واحدة بس بتسبق الذنب. ما تقولش هغير حياتي كلها من بكرة، لأن الجملة دي غالبا بتبقى مخدر جديد. قول هقفل باب واحد النهاردة، باب واحد بس اقفله بجد. ولو كل مرة وقعت طلعت من الوقعة دي بتعديل واحد بس، بعد شهر حياتك هتبقى مختلفة. أما لو كل مرة وقعت طلعت بندم بس، فغالبا هترجع تاني لنفس المكان. وهنا بيجي الدين مش كزينة في آخر الكلام ولا كفقرة محفوظة، الدين هنا هو قلب النجاة. ربنا قال والله يريد أن يتوب عليكم، دي مش آية بعيدة عنك، دي رسالة مباشرة لواحد زيك
حاسس إنه تكرر منه الذنب لحد ما بقى مكسوف يرجع. ربنا بيقولك عايز يتوب عليك، ركز فيها، مش عايز يفضحك ولا عايز يطردك، مش عايز يقولك خلاص اتأخرت، ربنا عايز يتوب عليك. لكن الآية تكمل وتكشف المعركة: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الموضوع مش مجرد أنا شهوتي عالية، لأ، في اتجاهين بيشدوا قلبك. ربنا عايز لك الرجوع، وأهل الشهوات عايزين لك الميل العظيم، مش ميل بسيط، لأ، ميل عظيم، يعني تنجرف وتتغير معاييرك وتستسهل وتتخدر وتبقى نسخة انت نفسك زمان كنت بتستغربها. وبعدها ربنا يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شايف الرحمة؟ ربنا عارف إنك ضعيف، بس مش عايز ضعفك يدفنك، عايز ضعفك يوصلك ليه. يعني لما تضعف ما تهربش من ربنا، اهرب ليه. لما تقع ما تقولش أنا خلاص ضعت، قول يا رب أنا ضعيف، ولو سبتني لنفسي هضيع. سيدنا يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. انت متخيل نبي كريم ومع ذلك ما اعتمدش على نفسه، قال لربه: لو انت ما صرفتش عني انا ممكن اضعف. فإياك تدخل الفتنة بثقة، الثقة في النفس عند باب الشهوة بداية الهزيمة. ادخل على ربنا بانكسار، واقفل الباب العملي بإيديك وقول: يا رب أنا عملت اللي أقدر عليه، فاحفظني من اللي أنا مش قادر عليه. وفي لحظة من اللحظات لما تكون لوحدك والباب مفتوح والحرام قريب ومحدش شايف، افتكر إن دي مش لحظة صغيرة، دي لحظة ممكن ترفعك عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلي: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. القيمة مش إنه ما كانش عنده رغبة، القيمة إنه كان عنده رغبة والباب مفتوح ومع ذلك اختار ربنا. وهي دي العفة، مش إنك بلا شهوة، العفة إن الشهوة تبقى موجودة لكن ربنا أكبر منها في قلبك. فابدأ النهاردة، مش بداية شاعرية، بداية حقيقية. اقفل الباب اللي انت عارفه، انت عارف الابليكيشن وعارف الحساب وعارف الوقت وعارف الكذبة اللي بتقولها لنفسك قبل ما تقع. اقفلها، ولو وقعت تاني ارجع تاني، بس ما تفتحش نفس الباب تاني وتقول يا رب نجيني. التوبة مش دمعة بس، التوبة قرار انك ما تبقاش عبد لصورة ولا الفيديو ولا رسالة ولا لحظة ضعف. انت عبد لله، ودي أعظم حرية.